السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخوات، إزيكم عاملين إيه؟ النهاردة الفيديو بصوا متنوع، مدلع نفسه بنفسه كده، بص وأنا مدلعاكم ومروقة عليكم. بصوا الفيديو ده مش للعرايس بس، لأ ده على العرايس والأمهات والإخوات واللي عايزة تهادي أختها وبنت عمتها وجارتها. بصوا من الآخر الفيديو ده هدية مني ليكم، والأسعار حلوة. انتوا شايفين الدنيا نايمة ازاي؟ يعني الزبائن قليلة خالص، يعني الناس مش هتقف، يعني لو فيها رزق محدش هيقف ولا حدش هيستغلك. من الاخر حاجات جامده. والامهات الاخوات بصوا، اللي عايزه لها جزمه على قديها كده وما تكونش غاليه، وفي نفس الوقت شايفين ان جمالها وشياكتها، يعني من الاخر عمليه وشيك وشكلها حلو. يعني مش هقول لا لا، بصوا جميل، انا عماله اشد في الحاجات اللي فيها دي، بسم الله ما شاء الله. بجد من الاخر الفيديو مروق عليكم. فيلا نصلي على سيدنا النبي وندخل كده نكتب كومنت جميل ولايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا احلى اخوات. ونصلي على سيدنا النبي ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الاسعار كمان. ده احنا جايبين حاجات جميلة جدا. معانا هنا طبعا الدفايات، شايفين دفايات بصوا تبدأ من 260 مش عارف او 270، مش هتفرق، هي 10 جنيه يعني ايه اللي هي هتبقى فارق، بس هي تقريبا 260 بس، جميلة جدا. والكبيرة دي حكاية. نبدأ الأول بأول حاجة هي اللي شدتني، خدتني أصور من الآخر لان انا محتاجه اجزمها من الاخر. فوقفت اتفرج عليها صراحه، لقيت سعرها حلو. انا شفت الاسعار دي قبل كده لقيتها عاليه قوي. ممكن يكون في المكان اللي انا ساكنه فيه، بس عشان ده طبعا يعتبر حته تجاريه بقى وفيها بيع وشراء كتير، فيعتبر ده سوق للحاجات دي كلها. احنا هنا في حلوان، تمام يا حلوين. فانا قلت ايه اتفرج واشوف الاسعار. يعني لقيتها حلوه مناسبه، وفي كذا يعني كذا حجم، في كذا ستايل، وفي كذا شكل. يعني هوريكم حاجات كتير، مش الجزمات دي بس، لا بصوا دي ب175 جنيه، بس فيها يعني حاجة مختلفة هوريها لكم دلوقتي. ودي ب500، دي ب500. شايفين دي عاملة ازاي والتانية عاملة ازاي؟ دي يا جماعة ليها باب. اللي عجبني فيها ان ليها باب بقى، مش هتحتاج ان انت مثلا تحط مشمع والكلام ده كله عشان تداري ايه الأحذية. فهي دي جميلة، يعني ما فرقتش ال75 جنيه بصراحة. وما شاء الله انا شايفاها حجمها اكبر من ام 500. وفي كل الالوان، يعني كل الالوان اللي تتناسق مع الديكور بتاع شقتك، الالوان الدهانات دي كلها. هنا بقى دي مات 400 والكلام ده كله، دي اللي هي الشيالة بتاعت الخضار بتاعت البصل والثوم والكلام ده كله. حلو، عجبتني برضو عملية يا جماعة. احسن واحلى من التربو اللي بيبقى مقفول. يعني حلو، الخضار بيشم هوا. وفي حاجات لو انت حابة يعني خايفة عليها ان هي ممكن تتلف معاكي، عادي في برضه حاجات متغطية زي ما انتوا شايفين كده. يعني اللي قدام دي ب400، واللي ورا دول ب500. اللي ورا بقى فيهم يعني اكبر، فيهم دور زيادة. طبعا المناشر والكلام ده كله، يعني هو المنشر ده معروف من زمان، سعره غالي يعني مش من دلوقتي. مطبقيات العرايس تبدأ من 300 و400 وفي ب200. يعني عايزة تهادي هتهادي من الآخر. أيوة، ما تتلككيش بالأسعار وما كل تتلككيش، حاجة زي الفل ما شاء الله. بس نصيحة طبعا، أشكال أيوة أشكال حلوة قدامها، إزاز وكل حاجة. بس نصيحة مني لأي عروسة في بداية الجهاز بتاعها، يعني بلاش إن أنا أجيب جهازي دلوقتي أجيب اللي هو الإزاز ده بنخليه آخر حاجة. يعني في ناس بتخليه والله قبل ما يعني يعني قبل الفرح بأسبوع الكلام ده كله. ليه؟ عشان الإزاز ده أكتر حاجة حساسة في العزال كله، معلش. والله أنا في ناس بتروح تيجي تودي عزالها ترجع تجيب الإزاز بتاع النيش ده تحفة فنية يا جماعة. مش عارفة أقول لكم إيه، ممنوع الاقتراب والتصوير والكلام ده كله. هنا بقى الدفايات زي ما قلت لكم 260 270. هنا دي الكبيرة دي ب500. في ما شاء الله سعر أكبر تاني ب600 بس أكبر شوية. بصراحة برضو حلوة، بس أنا مش عارفة بخاف منها، يعني للناس اللي متعودة على الدفايات وبتتعامل معاها. بس أنا كدفاية لأ، مش عارفة. حلوة، عجبتني الجزمة بقى. أي بقى شراب عيل عايزه الكلام ده كله، مش هدور بقى في الدواليب جوه على الشرابات، لأ. أغسل وأحط لهم الشرابات في الدرج اللي انتوا شفتوه ده اللي أنا فتحته، هو حلو في كده. وفي برضو دي عملية على القد، يعني أهو. الدنيا ماشية يا جماعة، إن شاء الله خير بإذن الله.
الفرق ما بين دي واللي جنبيها الباب، متهيألي أكبر يعني حاجات بسيطة، و75 جنيه بس. يعني السعر أعلى 75، دي ب500 بس، التانية 575، وفيها برضو الدرج ده بس من غير باب. وأنا لو رايحة أشتري وهجيب واحدة من دول هجيب اللي هي أم 575، ليه ليها باب بقى. دي لو خدتها هحتاج إن أنا أحط لها مشمع، يعني إيه تبقى مثلا مشمع أي حاجة، إن أنا أبقى قافلة على المنظر بتاع الأحذية والكلام ده كله. إنما التانية قافلة نفسها بنفسها، شكلها جميل جدا، خلي بالكوا، وعملية، ويعني سعرها يعتبر حلو، مش غالية أوي. وفي بقى جميع الألوان هنا بقى زي ما قلت لكم، شايلات البصل والثوم والحاجات دي، في ناس بتستخدمها زي ما تكون يعني بتحط فيها خزين، مثلا جايبة أكياس رز ومكرونة، الحاجات دي كلها ليها كذا طريقة. يعني ممكن تلاقي أولادك خدوها حطوا فيها مثلا إيه بقى، مستلزمات المدارس. والله أنا عندي كنت جايبة، كانوا جايبين له هم اللي كانوا جايبينه تربو، في عيد ميلادي تربو بس مقفول، جابوه لي، فرحت بيه كام يوم كده، كنت حاطه فيه الخزين، بصيت لقيتهم راحوا ساحبينه على اوضتهم جوه، حطوا بقى فيه بقى كشاكلهم، الكتب، الكلام ده كله، واستولوا عليه عادي يعني بمزاجهم هم. عامة في حاجات حلوة كتير والله ما شاء الله. وبنصح الناس اللي عايزة تشتري في الروقان، يعني ما تروحش تشتري في الزحمة. الروقان بتبقى الحاجة ايه، يعني سعرها بيبقى حلو، ما بيبقاش البياع ماسك فيها قوي، اشكال جميلة قوي بتاعت الازاز، بصوا في منتهى الروعة، بجد والله في منتهى الروعة والجمال. بس زي ما قلت لكم ما انصحش حد يشتري ازاز، الله، يعني ايه على الفرح بس. والله المستعان، لأن الحاجات دي بصراحة غالية وأسعارها يعني طالعة، الله المستعان. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وأقول لكم السلام عليكم.